longevity يعني ازاي نعيش عمرنا بصحه احسن لاخر وقت فيه، لكن طبعا ما حدش بيعيش اطول من عمره. مفيش حاجه اسمها اللونجيفيتي يعني ان احنا نعيش اطول من عمرنا، ما حدش بيعيش يوم واحد زياده عن عمره، بس الاكيد ان ممكن نعيش عمرنا ده لحد اخر وقت بصحه افضل، ودي هي longevity باختصار. طبعا كلكم عندكم وعي في يعني ايه longevity. انما السكين longevity كلمه جديده علينا حبتين، بس زي ما قلت لكم بقت ترند عالمي. طيب تعالوا اقول لكم هي اصلا يعني ايه الفكره. انه دلوقتي بشرتنا وشعرنا يعني ممكن يفضلوا شباب اكتر وقت ممكن، نفس الفكره بس على البشره والشعر. تعالوا اقول لكم ان العلم بيقول ان بشرتنا بتتاثر بتو فاكتورز او عاملين. العامل الاول الانترنسيك ايجينج او الاكسترنسيك ايجينج، يعني يا اما هي داخليا التعجيز الداخلي او التعجيز الخارجي. بمعنى ايه؟ الانترنسيك ايجينج هو التقدم الطبيعي في السن اللي بنتعرض له كلنا نتيجه ان الكولاجين والالاستين بيقلوا. الكولاجين ده البروتين الاساسي اللي بيكون بشرتنا، والالاستين كمان مهم جدا لمرونه البشره. طيب في حاجه بقى اسمها اكسترنسيك ايجينج، يعني ايه؟ يعني اسلوب حياتنا بيأثر ازاي على شعرنا وبشرتنا. خلينا نركز حتى على البشرة أكتر وناخدها كمثال. التعرض للشمس ممكن يساعد إن احنا نعجز أكتر، الرينكلز تطلع لنا أكتر إلا إذا استخدمنا السان بلوك. كمان قلة النوم بتأثر جدا على البشرة بشكل مباشر جدا. النوم المطلوب هو من 6 ل 8 ساعات ويكونوا بالليل مش بالنهار، سامعني؟ مش بالنهار. طيب كمان طريقة الأكل بتفرق جدا، يعني هل أكلنا فيه سكريات كتير؟ هل أكلنا فيه أكلات سريعة كتير؟ الأكلات السريعة كلها بقى ترانس فاتس ودهون مهدرجة، دهون كتير وزيوت مهدرجة ومشاكل كتير جدا في الوجبات السريعة اللي بيسموها الجانك فود. وكمان السكريات، السكر بيكسر الكولاجين، انتوا متخيلين؟ وطبعا انتوا عارفيني كدكتور مي مجدي انا مش مع سياسه الحرمان اطلاقا، ولكن بنمشي برول 80-20، بنحط الحاجات دي في ال 20% اللي بتعتبر التريت.